مثلا بالذات الازواج، تبقى الزوجه قاعده واتخانقوا مع بعض، اوكي، وجاي صالحها، حبيبتي انا اسف مش هعمل كده تاني، وهي تفضل ترغي كالعاده، انا بتكلم على الست عموما، وانت 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 وانت، واقعد ترغي بالساعتين قدامه، انا متضايقه من موقف كذا، خلاص حبيبتي سلام احنا امين وانا اسف ومش هعمل كده تاني. يفاجئ بعد فتره طويله تفتح تاني الموضوع. طب انا من جوايا لو انا مكان الست دي انا محتاجه ايه علشان انا اشيل المشكله دي؟ ولا هي مثلا لسه جرحاني قوي وهو ما عملش الاكشن اللي يخليني ان انا اقدر اداوي الجرح؟ انت كده يعني اتكلمتي في موضوع واسع وكبير جدا. اولا لو بتتكلمي عن زوج وزوجة، فالموضوع مختلف عن المسامحة بصفة عامة. ليه؟ لأن هو الزوج بيرجع يكرر تصرفات هي ليه مش بتقدر تسامحه؟ لأن بتتكرر حاجات شبيهة ببعضها. فالموضوع محتاج يبقى فيه حدود صحية ما بينهم، ويحصل تفريغ للمشاعر السلبية اللي جواها. تمام؟ في الحالة دي خلاص انت شلتي الجزء من اللي واجعها. بس الفكرة بقى ان ممكن تكون هي مش قادرة تسامح لان في جذور كبيرة وعميقة جدا جواها خاصة باللي حصل ده. يعني مثلا احرجها قدام حد، يكون الموضوع ده عمل تريجرنج او اتك على زرار لتجربة شبيهة قديمة، فهي مش زعلانة من جوزها في اللحظة دي. هي اللي واجهها التجربة القديمة اللي ما حصلش عليها مسامحة